هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى لمساء هذا اليوم السبت 25 من أكتوبر. أنا أمل علي معكم اليوم وفريق العمل، ومعي من ميلبورن زميلي جمال عثمان حمد. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير أيها المستمع الكريم والمستمع الكريمة في الداخل والخارج. جمال، في حلقة هذا اليوم سنقدم الأخبار بالإضافة إلى لقاء أجريناه مع الأستاذ نقاش عثمان، وهو المسؤول الإعلامي في جبهة الإنقاذ الإريترية. أنت ماذا أعددت لنا جمال؟ نحن حنعلق إن شاء الله على البيان الصدر من الكنيسة الأرثوذكسية أو من عدد من الأديرة للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. نعم. ونتكلم مجملا في تعامل العصبة الإريترية الحاكمة مع موضوع الدين والديانات والشيوخ والخساوس الأجلاء. إذن أعزائي المستمعين، سنتابع ساعة هذا المساء التي ستكون متنوعة، ونعود إلى الزميل جمال لاحقا بعد الوقوف على نشرة الأخبار. ابقى معنا جمال، وابقوا معنا، وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: مقتل مصور تلفزيوني في ظروف غامضة.
وفاة رجل الأعمال الشهير الدكتور تولد تسفى مريم والمعروف بودي ذكرو، وتدشين كتاب إريتريا على مفترق الطرق للسفير عند برهان ودي جرجيس. الأخبار بالتفصيل. أفادت الأنباء الواردة من أسمرة أن المصور التلفزيوني يوناس قد وجد مقتولا بإحدى شوارع العاصمة أسمرة قبل أسبوع تقريبا. وقد عمل يوناس مع الإعلام الرسمي وهو في الثلاثينيات من العمر، وتحوم شكوك حول أن جهات أمنية تقف وراء عملية اغتياله. توفي في إيطاليا يوم الأربعاء الماضي رجل الأعمال الإريتري الشهير دكتور تولد تسفى مريم والمعروف بودي فاكارو عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الرجل المثير للجدل أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام الإريتري ومسؤولية الرئيس إسياس لما آلت إليه البلاد، وذلك في عدد من الاجتماعات الجماهيرية والندوات والمحاضرات التي أقامها في عدد من العواصم الأوروبية بعد إعلان انشقاقه عن الحزب الحاكم في عام 2004. وتقول سيرته الذاتية أنه من كبار المساهمين في تمويل الجبهة الشعبية وإبان فترة مرحلة التحرير وفي السنوات العشر الماضية قبل أن ينشق عنها. وأعلن الدكتور تولد حربا مفتوحة على الحزب الحاكم وعلى إسياس أفورقي شخصيا، وأحدث تحولا كبيرا في أعداد المؤيدين لجبهة الشعبية لصالح المعارضة الإريترية، كما أثرت الآراء التي قال بها ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض لها. وقد تقدم الفقيد علنية باعتذار للشعب عن كل مساهمته في الجبهة الشعبية ودعمه للعصبة الحاكمة في أسمرة، بل وطالب كل المنشقين عن النظام أن يحذوا حذوه. يعد فقده خسارة كبيرة للمناوئين للحزب الحاكم في البلاد، وهو من مواليد أسمرة عام 49، أكمل دراسته المتوسطة في أسمرة والثانوية في أديس أبابا والجامعية في ميلانو بإيطاليا. نشط منذ عام 73 في المنظمات الجماهيرية الإريترية بإيطاليا، وحقق في إيطاليا نجاحا كبيرا في مجال التجارة والأعمال. بعد الاستقلال قام بالاستثمار في القطاع السياحي في إريتريا. قام السفير عند برهان ولدي جرجيس في 21 من أكتوبر الجاري بمقر البرلمان البريطاني وبحضور أعضاء مجلس النواب واللوردات وبمشاركة بعض الأكاديميين والصحفيين وعدد من الإريتريين وجهات سياسية عدة. قام بعرض توضيحي لكتابه الذي صدر مؤخرا تحت عنوان إريتريا على مفترق الطرق. وأشار السفير في مطلع حديثه إلى أن الشعب الإريتري خاض نضالا قاسا ومرير وقدم بجسارة وصمود تضحيات غالية وكبيرة لنيل حريته، إلا أنه بعد الاستقلال تعرض لإنكار وخيانة لحقوقه في الحرية. أدار النقاش في هذه المناسبة كل من السيد مارتن بلاوت الصحفي في البي بي سي والبروفيسور جايم جبرآب والسيد سليمان أدم حسين، وقد ترأس فريق النقاش اللورد جاك ميكيل. فمن خلال نقاشات مستفيضة قدموا تقييماتهم عن محتوى الكتاب، وثمنوا عاليا جهد السفير عند برهان لتضمينه الكتاب تجربته العملية المباشرة في سياق إجابته على التحديات التي اعترضت إريتريا ونضالها بعد الاستقلال. من جهتهم قدموا اقتراحاتهم بما يرونه مناسبا من توضيحات. وفي ختام الجلسة أجاب السفير على الأسئلة التي قدمت من قبل المشاركين. نهاية النشرة. صوت المنتدى.
إذن عودة مجددة أعزائي المستمعين إلى الزميل جمال عثمان حمد من ميلبورن، والذي سنتحدث معه اليوم عن أهم موضوع مهم جدا، وهو ما يتعلق بتعامل الحكومة الإريترية مع رجال الكنيسة الإريترية ورجال الدين عموما. جمال، ماذا يحدث؟ ماذا لديك بالتحديد؟ الأنباء الواردة من أسمرة أكدت صدور بيان من عدد من الأديرة والكنائس الأرثوذكسية الإريترية، وهي كما هو معروف من أكبر الطوائف المسيحية وأكثرها أتباعا. صدر البيان من 6 أديرة وكنائس سموا نفسهم بالكنائس العتيقة الإريترية، وصدر ضد هم ما أسموه بالمدعو، يعني حتى الصفة الاعتبارية نزعوها منه بالمدعو يفتاهون قبر مريم ديمتروس، وهو معروف ابن القس ديمتروس المعروف في التاريخ الإريتري، والكاهن، وأيضا نزعوا منه صفة كاهن وسموه باسمه العادي اللي هو الكاهن هفتوم رئيسهم. البيان ساق عدد من الاتهامات تتلخص في التلاعب والفساد المالي والإداري ومخالفة تعاليم الكنيسة المرعية في التسامح والسلام، وحذر أيضا من انقسام في الكنيسة، وقال نحن كنا متابعين ورصدنا وحذرنا وكتبنا وشفاهة وتحريرا للجهات المسؤولة وللشخصين المدعوين بأنه يوقفوا هذا العبث، ولكن استمروا ويتهموهم أنه في عهدهم الكنيسة بقت مكان للمنافقين وللذين لا يتصفون بالصفات الإيمانية الروحية المسيحية. وفي الأخير خلصوا إلى حوالي عدد من النقاط أو 6-7 نقاط، منها طرد المدعو حسب تعبيرهم هم يفتاهون قبر مريم ديمتروس والكاهن هفتوم رئيسهم من الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. وده طبعا قرار لا يمكن أن تلجأ له الكنيسة إلا في حالات معينة وقليلة جدا، وهي الطرد، هي أقرب إلى الطرد من رحمة الكنيسة. هذا البيان طبعا قبله سبقوا بيان وهو ذاك شديد اللهجة من أتباع الكنيسة الكاثوليكية في 25 مايو 2014، وذاك يتكلم فيه مباشرة عن الظروف التي تعيشها الأسرة والشعب الإريتري بشكل عام، ويحددوا موقف ويطلبوا من الحكومة الإريترية إطلاق سراح المعتقلين وإشاعة الأمن والسلام والعدالة للجميع. نعم. إذن جمال، يعني أنت تتحدث عن بيان الكنيسة الكاثوليكية الذي أدان فيه بشكل تقريبا مباشر لممارسات الحكومة الإريترية، وطلب فيه بإطلاق سراح الأسرى، ووجه نداء للشعب بأنه صاغ البيان بصيغة أين أخوك، يعني بهذا المعنى. وكان له صدى كبير على مستوى يعني المجتمع الإريتري عموما، مسيحي كان أم مسلم. ولكن برأيك جمال، لماذا يعني هذا التضييق على رجال الكنيسة عموما في إريتريا؟ ما هدف الحكومة الإريترية برأيك من هكذا نوع من التضييق؟ طبعا إريتريا بتقدم نفسها كدولة علمانية في الخارج، لكن في الداخل تتابع الكل بما فيها الكنيسة والجامع. لا يمكن أن تكون الأنشطة الدينية بعيدة عن النظر الحكومة الإريترية وجهاز الأمن الإريتري، لكونه ما يمثل ذلك من خطورة على السياسات التي تنتهجها الحكومة الإريترية. فبالتالي دائما الكنيسة أو الجامع هم تحت نظر الحكومة الإريترية، ولا يمكن أن يكونوا بعيدين عنها. خاصة بأن هذه الكنائس هي كنائس كبيرة وعتيقة وذات فعالية وقدرة على التأثير في المجتمع وفي الأتباع اللي بيتبعوا لها يعني. وبالتالي لا يمكن أن يكون بعيد عنه. أحب أقول أمان، رغم أنه البيان الصدر من الكنيسة الأرثوذكسية
شديد الصرامة في لغته ومكتوب بشكل دقيق، بحيث أنه لا يشتم منه أي موقف سياسي، إلا أنه في الأخير هو موقف سياسي، لأنه يفتاهون هو معين من قبل الرئيس وله علاقات مباشرة مع الرئيس سياس أفورقي، ويفتاهون قبر مريم. نعم. وزي ما أسلفنا هو ابن قش ديمتروس. والجبهة الشعبية دائما تلتقط مثل هؤلاء الناس المتسلطين المتجبرين كما سماهم البيان، وتضعهم على رأس الناس بحيث يضربوا بيد من حديد وينفذوا السياسات اللي الحكومة ما تقدر تنفذها بشكل مباشر. نعم. إذن جمال، يعني هذا التضييق على رجالات الدين عموما بالكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وغيرها، هل هو محصور فقط على رجالات الدين المسيحي، أم هناك يعني تضييقات أخرى على مستوى يعني رجالات الدين الإسلامي؟ هو قطعا لا يقف عند هذا الحد. الصدام مع رجال الدين الإسلامي الإريتري بدأ من وقت مبكر جدا بإغلاق المعاهد الدينية في عموم إريتريا. نعم. وسجن المعلمين من 1995. تصوري من 1995 نعم. عشرات المعلمين تابعين المعاهد الدينية الإسلامية لا يعرف أماكنهم ولا يعرف إن كانوا أحياء أم أموات. عموما هذا الصدام بدأ مبكر. نعم. بعد ذلك جرت محاولات أيضا لعزل عدد من أئمة الجوامع العتيقة والكبيرة في المدن، ومنها على سبيل المثال يمكن الحديث عن محاولة عزل الشيخ إدريس الحسين إمام الجامع الكبير في مدينة غرداد، وهو شخصية متزنة ومرنة، وابن الشيخ الحسين يعني إمام الجامع الكبير ومن عائلة معروفة. نعم. تم تسليط واحد من أبناء المدينة على هذا الشيخ الجليل واتهموا بأنه هو سلفي وأنه أنصار سنة وإلى آخره، ولكن وتم عزله فعلا بقرار من إدارة الإقليم. نعم. ولكن والرجل التزم بيته، فأصبح الجامع لا يصلي فيه إلا عدد قليل من الناس، والآخرين بقوا يذهبوا لبيت الشيخ الذي نهاهم عن الصلاة خلفه في بيته، لأنه هذا لا يجوز. هذه المحاولة تصدى لها أبناء المدينة والمصلين، وأعيد الشيخ إدريس الحسين الذي الصحة والعافية إلى موقعه كإمام للمسجد الكبير. والشخص القاد هذه العملية يعني تم عزله يعني في داخل المدينة. هذه المحاولات نحن ذكرناها على سبيل المثال، هي تمت في عدد من المدن الإريترية. وزي ما قلنا إنه إدارة الأوقاف والشؤون الدينية في إريتريا هي ليست إدارة عادية، بل هي إدارة جزء من شغلها هو متابعة استخبارية وأمنية لهذه الأنشطة الدينية. أيضا هنا أمان نتذكر قبل فترة شهر يمكن توفى الشيخ جليل جدا، قدم الكثير لمصوع بعد سجن حوالي 5 سنوات. بالتأكيد. اللي هو الشيخ حسن سالم. بالتأكيد. وهو أيضا رحمه الله مجلس أوقاف، الله يرحمه ويغفر إليه. نعم. فهذه الصدامات هي بدأت من وقت مبكر، ولكن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية معروف عنهم يعني تتحرك بشكل حذر يعني تتوخى دائما. نعم. الحيطة والحذر. نعم. إلا أنه الصدام المؤجل الآن يبدو بدأ وسوف لا يقف، خاصة إذا عرفنا أنه الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية هي كما أسلفنا من الكنائس الكبيرة. وأتباع حوالي يعني عدد كبير لا يمكن الآن يعني لا يمكن حصره. حصره. الحقيقة أعمال الدين الإسلامي والدين المسيحي في إريتريا لعب دور كبير طوال التاريخ، ولا يمكن عزله عن الأحداث التي تجري في البلد، الأحداث السياسية. وأي محاولة للصدام مع هذا الدين أو ذاك سيؤدي إلى صدام مباشر. وما دام الحكومة الإريترية اصطدمت مع مجموعة من المجتمع بشكل كامل
من البداية، فمن الطبيعي أن تطال هذه الصدامات الدين، لأنه هؤلاء الذين يصطدمون معهم ويعتنقون إحدى الديانتين يعني. ثانيا حتى الأقليات الصغيرة زي البينتا والجهوبة والى آخره أيضا تم الصدام معها، وبالتالي الصدام قاعد يتم مع المجتمع ككل، يعني ليس مع جانب محدد ولا مع طائفة محددة ولا مع دين محدد. الصدام أصلا تدرج حتى وصل إلى الجميع، وبالتالي الكل سيقف معه. نحن نتوقع يعني خلال الفترة الجاية أن يكون دائرة الصراع بين الحكومة الإريترية المعزولة أو العصبة الحاكمة في أسمرة والمجموع العام للشعب الإريتري السيزيد. قطعا هذا مجتمع الداخل له أساليبه وله طرقه في مقاومة ومقارعة التجبر والدكتاتورية في إريتريا. بالتأكيد. وهنا أريد أن أؤكد على قولك بأن صراعنا مع نظام أسمرة هو صراع شامل لكل أبناء الشعب الإريتري بكل طوائفه بكل انتماءاته أينما تواجد، وهذا يلغي ما يحاول البعض الترويج له بأن هذا النظام له صبغة يعني دينية أو قومية تميل لهذا الاتجاه أو غيره، وهذا غير صحيح. أثبته واقع النظام، ممارسات النظام، وأن قبضته الحديدية الباطشة بالشعب الإريتري طالت الجميع. شكرا لك يا جمال لحلقة اليوم، وعلى أن ألتقيك يوم السبت القادم. هل هناك أي إضافة؟ تحية لك وتحية للمستمع الكريم. نتوقع خلال المرحلة الجاية يعني زيادة في الصراع وزيادة في الاصطدام وزيادة أو مزيد من العداء للعصبة الحاكمة في أسمرة. من أجل التغيير إن شاء الله. تحياتي جمال. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا بكم في حوار المنتدى لهذا الأسبوع. وأستضيف اليوم في حوار المنتدى الأخ نجاش عثمان، وهو مسؤول مكتب الإعلام والثقافة بجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. نناقش الأخ نجاش في قضايا متعددة ومنها وضع المعارضة وعن تنظيم الإنقاذ وغيرها من القضايا المطروحة في الساحة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مساء الخير نجاش، وأهلا ومرحبا بك، وشكرا على قبول دعوة صوت المنتدى. مساء النور أخت أمال، وشكرا لإذاعتكم لإتاحة هذه الفرصة للقاء بالمستمع الكريم في كل مكان، وخاصة داخل الوطن الحبيب وطننا الحبيب إريتريا. وأتمنى أن لا أكون ضيفا ثقيلا. لا بالتأكيد. أهلا بك أخ نجاش. تنظيم جبهة الإنقاذ الوطني هو تنظيم معروف وقديم في الساحة الإريترية، وله الكثير من الأحداث التي مر بها، وخاصة في الفترة الأخيرة حيث نسمع الكثير عن يعني انقسامات تحدث في التنظيم. ما الجديد يعني الذي دفع بك إلى تفعيل أو يعني إلى أخذ اتخاذ هذه الخطوة في لقاء أطراف المعارضة؟ هل من جديد؟ هل شيء محدد حدث؟ يعني لماذا الآن؟
هذا التحرك؟ أولا كما قلت لك أخت أمال، التحرك يأتي في سياق برنامج طويل. يعني كان رئيس التنظيم الدكتور هابتس فاماريا في زيارة إلى هولندا وسويسرا، وعقدنا كنا سمينار كبير في مدينة كاسل، وكاسل معروفة كمنطلق لعمل المعارض لكل الديمقراطيين الإريتريين وخاصة تنظيمنا. ولندن طبعا مش زيارة أو أول زيارة، لكن في خلال السنتين الماضيتين التنظيم كان تعرض إلى أزمة، ويعني كان تحجم دوره، وأصبحت علامات استفهام كثيرة تدور حول دوره، حول وضعه الداخلي والمهام الوطنية الملقاة على عاتقه. لذلك بعد انعقاد الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي لجبهة الإنقاذ في مايو الماضي، وضعنا برنامج يعني مكثف، وكان في أولى أولوياتنا أيضا زيارة لندن، لأن لندن تضم عدد كبير من القوى السياسية الفاعلة على الساحة الإريترية، وكان في تواصل بين حين وآخر بيننا، لكن في الفترة الأخيرة كان أصابها بعد الفتور. لذلك أولا كان الهدف أنه إحياء هذه العلاقة والالتقاء بهذه القوى ونقل حقيقة ما جرى في تنظيمنا، ثم اللقاء بالجماهير العريضة. يعني في لندن طبعا قوة لا يستهان بها من القوى فاعلة إريترية موجودة، كان لابد من زيارة لندن والالتقاء بهم والتفاكر معهم حول قضايا الوطن. نعم. هل لنا أن نلقي الضوء على أهم النقاط التي تطرحونها الآن كتنظيم معارض يحاول تجديد نفسه، ومن خلال ما ترونه من تفاعلات على للأحداث على الساحة في الداخل وعلى مستوى المعارضة؟ ما الجديد أو ما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها التنظيم لتفعيل العمل المعارض في الوقت الحالي؟ نحن وكثير من القوى السياسية الإريترية تعمل أنه بصدد مراجعة وتقييم التجربة السابقة، لأنه حقيقة لا نخفي على أحد بأن المعارضة في حالة ضعف وفي حالة يعني عدم انسجام ويعني عدم فعالية. وكما تعلمين أنه منذ بداية إعلان الاستقلال في إريتريا طبعا شهد الوطن يعني عديد من الأشكال المعارضة، كان بعضها في الداخل وبعدها في الخارج. اللي في الداخل طبعا النظام كان يواجهها دائما بكل قسوة، يعني أجهزة القمع التابعة للنظام. بالتالي كان المتنفس الوحيد كان المعارضة في الخارج، لكن هذه المعارضة يعني حتى الآن لم تنجح، لم أقل فشلت، لم تنجح في أن تنقل المعركة السياسية مع النظام داخل الوطن، باعتبار التغيير في رأينا كجبهة إنقاذ وفي قوى أخرى أيضا تشاركنا هذا الرأي. التغيير يجب أن يتم في الداخل وبأدوات من الداخل، وكثير من قطاعات موجودة، إن كانت في أجهزة الأمنية، إن كانت في الجيش، وإن كان في جماهيرنا العريضة الموجودة داخل إريتريا هي صاحبة مصلحة في التغيير المنشود. ولكن يعني الجسر المفروض نمده بين معارضة الخارج ومعارضة الداخل ما زال مفقودا حتى الآن. نعم، هذا واقع أخ نقاش. يعني هناك يعني إحدى أهم المعضلات التي تواجه العمل المعارض هو عدم وجود التفاعل مع الداخل بشكل فعال كما نرى. هناك أطروحات كثيرة طرحت من خلال ندوة جبهة الإنقاذ في لندن، ويبدو أنكم متفقون على أجندة أن التغيير سيأتي من الداخل. فكيف ترون إلى تأثير قوى المعارضة وأنتم إحدى هذه القوى الموجودة في الساحة إلى أن تلعب دورا فعالا في دعم معارضة الداخل؟
يعني كيف يمكن أن نفعل ذلك أو أن تفعلون أنتم ذلك في ظل ما يعانيه التنظيم من انقسامات متكررة، وفي ظل ما يعانيه العمل المعارض كله من فتور ومن يعني نوع من الإحباط الذي يصاب به المرء عندما يراه مقارنة بمتطلبات الوضع في الداخل؟ طبعا اللي هو أصلا بين العمل في الداخل هو الأساسي والعمل في الخارج، يعني في تكامل بين هذا العملين، لأنه طبعا هناك كما تعلمين ما في قوة منظمة. النظام الدكتاتوري في إريتريا لا يسمح ناهيك أن تكون في قوى سياسية منظمة تنشط، حتى الصحيح نعم. يعني سوف مجرد التعبير بالرأي ممنوع. لذلك لكن المعارضة في الخارج للأسف الشديد نعم. لا زالت حتى هذه اللحظة تعاني من صراعات عقيمة تحد حشد طاقاتها. نعم. وقادات تشكل مظلة جامعة وفعالة. نعم. نحن النقاش اللي المفروض يدور بيننا وبشفافية وأمام الجماهير أيضا. نعم. يجب أن نتجاوز مسألة الخلط بين الاستراتيجية والتكتيك، ومسألة يعني غياب لغة الحوار. نعم. بعدين عدم استيعاب واقع التعدد في المجتمع الإريتري في قواه السياسية، التعامل مع أيضا قاعد يتم تعامل مع القوى الأجنبية أو المفروض تعتبر صديقة بشكل انتهازي. هذا كله قاعد يولد المرارات والإحباط اللي ذكرتيه. نعم. لذلك عشان يكون نمد جسورنا أولا يعني نرسي التفاهم بيننا ونبعث برسائل، يعني رسائل تعطي الثقة لمن في الداخل أن في الخارج في قوة حريصة على التغيير. أما ما يرونه وما قاعدين يكرروا بشكل إن كان الإنقاذ أو غيره أحيانا صراعات عقيمة زي ما قلت لي، هذه تزيد في إحباطات الناس، وهي تساهم بعد كمان في إطالة أمد النظام الدكتاتوري القائم. لذلك نحن الآن في حوارات جادة ماشية. طبعا في عندنا مظلات كثيرة قاعدين نعمل بها، لكن كمان بشكل مستقل كجبهة إنقاذ عاوزين نكون حلقة توصل بين كل هذه القوى لتحديد أولوياتنا في هذه المرحلة. نعم. بالتالي نقل المعركة بكل الإمكانات المتاحة إلى داخل إريتريا، لأنه الشعب اليوم يعني في حالة يكون أو لا يكون. يعني إريتريا كوطن اليوم مهددة، إريتريا كشعب مهددين. لذلك نحن يعني لسنا في وارد إنه إضاعة وقت إضافي على شعبنا. نعم. 23 سنة نعم. تقريبا يعني دع فرص كثيرة كانت ظهرت لكن لم نستغلها كما ينبغي. نعم. في هذا الإطار نفسه أخ نقاش، يعني وأنت يعني من الجيل الثاني إذا ما صح القول في ظل تنظيم جبهة الإنقاذ، وهذا التنظيم الذي ظل كما قلت لسنوات طويلة في الساحة وما زال يعاني. هناك أزمة تعاني منها تنظيمات المعارضة عموما ومنها تنظيمكم يعني أيضا، أنكم يعني لا تنظيمات المعارضة لا تستطيع أن تستقطب الدماء الجديدة ضمنها، لأنها لا تجدد في خطابها، لأنها لا تضع على الطاولة بشفافية كما تقول قبل قليل يعني الإشكاليات الحقيقية التي تؤدي بها دائما إلى انقسامات متكررة وتعطل من تفعيل آلياتها التي تكون موجودة بشكل فعلي وحقيقي في الساحة. فما هي الاستراتيجيات أو ما هي الرؤى الجديدة أو ما هي الأطروحات الجديدة التي يمكن أن يقدمها التنظيم في هذه المرحلة؟ أنا ممكن أعود بك إلى التاريخ. في 2001 كان عندنا مؤتمر في غوندر أيام جبهة التحرير في المجلس الثوري. نعم. سئلت قالوا يا أخي أنت شاب لازم تدخل دم جديد وكذا. قالوا قلت له يا أخي الدم الجديد إذا دخل مع دم قديم هل مين يعني عشان ما يلوث خايف كنت أقول لهم يعني. نعم. لكن بشكل عام نحن أولا اعمال ما في نضال الشباب، نضال الشيب، نضال النساء، ونحن بالذات في هذه المرحلة كل الفئات لها دور، لكن في الحقوق تنتزع انتزاع. نعم. الشباب يعني أنا لم أجد صعوبة لما دخلت قبل تقريبا
في حدود 12 سنة أو 13 سنة. نعم. ممكن جبت أصوات كبيرة في داخل المدن. التنظيمات مرحبة هي بالشباب، لكن أحيانا نحن أيضا نحتاج إلى تطوير خطابنا السياسي. نعم. وأدوات عملنا. يعني وفي موضوع مهم أيضا، قضية التاريخ القديم. نحن نجتر كثيرا حتى في ونساتنا العادية، في نقاشاتنا الجانبية، عندما كنا في الجبهة كده أو في الجبهة الشعبية كده. هذه القضايا دي الشباب ما تعنيهم، لأنه ما لم يعيشوها، بالتالي هم أبناء هذا العصر. وعاوزين يتخاطبون بلغة العصر. لذلك نحن عندنا برنامج متكامل. حتى في القيادة موجودين عدد من الشباب الآن يعني ماسكين هذا الملف، لكن لوحد جبهة الإنقاذ لا يمكن أن تعمل، لأنه هذا أعتقد عمل مكثف للمعارضة، وهي مفروض تضعه أيضا ضمن أولوياتها. بالتأكيد. ولكن هنا أستوقفك قليلا أخ نجاش. يعني أنتم تقولون نحن تنظيم يتمتع بوجود قيادات يعني أو عناصر قيادية ذات خبرة، ولنا قواعد منتشرة في مناطق كثيرة في العالم، ولنا يعني برنامج وطني شامل. ولكن ما هي ملامح هذه الأشياء؟ هل لنا دائما يعني نرى أن الكلام يكون على العموم عندما نلتقي بقيادات تنظيمية أو يعني ناشطين فيها، نرى دائما الكلام على العموم. دعنا نحدد يعني ما هي البرامج التي تطرحونها أنتم كتنظيم جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري. أيوة، نحن مثلا في مؤتمرنا الأخير نعم. وضعنا يعني مثلا جهاز، مش بس مكتب واحد، جهاز كامل. نعم. يهتم بقطاع الشباب نفسه. نعم. أيضا يعني صعدنا بعض الشباب إلى القيادة. وكذلك أيضا المرأة باعتبارها دورة مهم، أيضا عملنا أيضا جهاز خاص بهذه المسألة. لكن في النهاية زي ما قلت لك أنت، يعني أحيانا الطرح النظري والممارسة العملية جماعة السجن يكون مجرد كلام، لأنه كل الناس ممكن يرددوه. نعم. وحاولنا بقدر الإمكان اتحادات الشباب لما كان يكون في موجودة، كنا على مستوى كبير من قياداتنا يحضروا الاجتماعات ويشجعوا الشباب. لكن كمان في النهاية في كثقافة نعم. داخل المعارضة إن كان في إطار الشباب، لأنه الانقسامات اللي قاعد تحدث في الشباب مش سببها هو مثلا تنظيمنا أو التنظيمات الثانية يعني. لكن نحن يعني في أمور كثيرة يجب نناقشها كمجتمع. نحن في قضايا مجتمعية. نعم. في اجتماع كان يطرح في أخ من الإخوان قال المجتمع الإريتري أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة يقول يعني أكثر من 60% هم من فئة الشباب يعني مجتمعنا يعني. نعم. إذا مجتمع الشباب هو يعني هذا المجتمع ما زال طبعا مع المعاناة الموجودة ومع اللجوء وغيرها تحتاج إلى كثير من التركيز مع الإمكانات المحدودة الموجودة تحركنا. لكن في السودان أقول لك يعني عشان يكون عمليا يعني نحن في فروع منتشرة عندنا من والشريفين إلى الخرطوم يعني. نعم. مرورا ببورسودان والقضار غلاجين، هذه كل قيادات الموجودين ومعظمهم بالمناسبة يعني من على الأقل خريجين المعاهد العليا. نعم. من الجامعات يعني شباب مؤهل. الشباب اليوم يعني شباب مستقبل، شباب يقدر اثنين مثلا في فروع في أستراليا، في السعودية، وفي أوروبا نفسها. نعم. لكن أحيانا تنقسم الجرأة. يبدو كمان نحن ممكن من خلال في الرهبة موجودة ولا إيش ما قادر أفهم. نعم. نحن تجربتنا كمجتمع، تجربتنا السياسية أيضا يعني بتلك الثراء يعني. نعم. الناس دائما كانت ثقافتها ثقافة معارك يعني نعم. حررنا مدن وضربنا ما أعرف سلاح الإثيوبي وكلام زي ده كان يعني. نعم. انت يعني في موضوع مهم كمان يعني في مناطق مثلا في اللاجئين في إثيوبيا، في السودان بالذات في إثيوبيا يعني. نعم. في كثير من المرات كنا نمنع عشان نلتقي يعني بشبابنا بشكل مباشر كمان يعني. بالتالي عدم تأسيس يقولوا، لكن في النهاية هذا أيضا ما يقدر يخلق، بالذات هم جديدين جايين من إريتريا يعني يحتاجوا إلى أن تلتقي وتنورهم
ماذا يجري في خارج إريتريا. نعم، دعني هنا أنتقل بك إلى محور آخر، وهو التغيير من الداخل والأوضاع الموجودة حاليا في إريتريا. أولا دعني أبدأ بسؤالك، هل لكم وجود أو ارتباط أو تأثير في الداخل الإريتري كتنظيم؟ أيوة، أنا يعني ممكن لا أفشي سرا إذا قلت أنه حتى في أثناء عملية فورتو الأخيرة يعني كان لقواعدنا في الداخل لها دور كان. نعم. ده واحد. اثنين، نحن عندنا في كثير من المدن الإريترية وفي مناطق كثيرة عندنا قواعد. نعم. لكن حكون أبالغ إذا قلت لك يعني قواعد فاعلة، بدليل يعني أحيانا بعض المعلومات متناقضة تجي وتنقلها بشكل متناقض، والحقيقة تكون غير كده. نعم. ونظام القبضة الأمنية حقه قوية، لكن نحن عندنا تواجد داخل. نعم. إذن في هذا الإطار نفسه، يعني كيف ترون إلى التغيير من الداخل؟ ما هي السيناريوهات التي ترونها أنتم في جبهة الإنقاذ؟ كيف سيحدث؟ يعني هناك دائما حديث عن أن الوضع في إريتريا مهيأ، الشارع متذمر، النظام يعاني من أزمات كثيرة، يعني الأجواء كلها مهيئة للتغيير، وكل تنظيم أو كل نشط، وهناك سيناريوهات كثيرة لماذا سيحدث في إريتريا. كيف ترونه أنتم؟ طبعا أنا كما طرحت في الاجتماع السابق في سيناريوهات ممكن أمامنا. نعم. يعني زي ما تقولي ممكن غياب السياسي نفسه عن المسرح السياسي لسبب آخر، ممكن وفاة، ممكن محاولة اغتيال، ممكن أي شيء يعني. نعم. الثاني حدوث انقلاب عسكري مدعوم من الخارج، لأنه في دول كثيرة أنه الوضع ما مستقر في إريتريا أيضا يغلقها، لذلك ممكن قد تدعم، وخاصة ممكن دول الجوار، يعني بعد دول الجوار. نعم. انتفاضة من الجيش وتكون مدعومة من الجماهير الإريترية، باعتبار الناس كمان وصلت، هي مش قضية أولا الجيش الإريتري مش الجيش بتاع مناضلين وأصلا، يعني نعم. مش الجيش المحترف، بالتالي إنه لا لحكم العسكر ده اللي كنا نسمعه في بعض المناطق، لا ما حيكون، لأنه ديل أبنائنا وديل أخواننا وديل مناضلين ما زالوا يعانوا حتى هذه اللحظة يعني. نعم. أنا أتوقع كمان ممكن ما استبعد، وهذا ممكن أميل أكثر لهذا الموضوع، إنه قبول النظام تحت ضغط الظروف التي قاعد يمر بها، إنه ممكن إجراء حوار مع بعض القوى، وخاصة القوى التي كانت حتى الأمس القريب يعني جزء منه. نعم. وفي بالمناسبة معلومات شبه مؤكدة الآن وصلت بالذات من بعض الدوائر الغربية وعلى رأس الاتحاد الأوروبي. نعم. إنه قاعدين يروا إنه الإبقاء على هذا النظام يعني إجراء بعض التغييرات أو التحسينات، الريفورم ممكن يعملوا في إطار النظام، لأن لا المعارضة قوية تقدر تملأ الفراغ ولا النظام ضعيف. أيوة، بمعنى الكلمة. في لو حدث مثل هذا الاحتمال، وأن النظام رأى أنه يستطيع أن يعني يتنازل قليلا أو يستوعب جزء من المعارضة بشروط محددة، ماذا سيكون موقفكم وتوقعاتك لموقف القوى المعارضة الأخرى الموجودة في الساحة كالمجلس الوطني مثلا؟ وأنتم معروف أنكم حتى بعد التحرير لم يكن هناك أي تواصل مع يعني النظام الذي هو يعني جاء على خلفية الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. ما هي التوقعات؟ كيف ترون إلى مثل هذا السيناريو؟ يعني هذا السيناريو طبعا الدول اللي حتضعه هي شفتي إنه التطورات الموجودة في اليمن، التطورات الموجودة في العراق، التطورات الموجودة البحر الأحمر، يعني منطقة البحر الأحمر مهمة هي. نعم. يعني جزء كبير من التجارة العالمية والنفط يمر عبر هذه البوابة، وإريتريا ممكن أكثر من 1000 كيلومتر تدوم، لذلك هم حيهمهم طبعا يكون في استقرار. النظام إذا قبل ممكن هذه الشروط و بدأ يعني ينفتح، أو كمان على الأقل بدأ حوارات. طبعا لكل حادث حديث، لكن نحن حنتعامل بشكل إيجابي مع أي تطور إيجابي أنا في رأيي. نعم.
نحن مثلا لما كان بعد الصحف المستقلة لما بدأت تعمل في إريتريا، نحن من التنظيمات التي أشدنا بها يعني. نعم. يعني زي ما يقولوا مسيرة ال1000 ميل تبدأ بخطوة يعني. نعم نعم. نحن حنتعامل بشكل إيجابي، لأنه اليوم الخطورة الموجودة أمامنا الوطن كله مهدد. نعم. مسألة قضية تداول سلطة ووصول ويعني انقلاب، مش هذه القضية باقي يعني. نعم. نحن حسب خبرتنا وتجربتنا معه يعني رجل قد لا يقدم إلى هذه الخطوة، ودائما الدكتاتوريات ما تتنازل طواعية، لكن في النهاية الضغوطات الدولية والأزمة الموجودة داخل إريتريا لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية كمان. بالتأكيد. من المجتمع الدولي. نحن بشكل عام وبتعمال نحن هنتعامل بشكل إيجابي مع أي تطور إيجابي يكون موجود. نعم. نحن نرى إنه يكون في حوار. نعم. كل القوى السياسية ده هو اللي حيجيب حل على الأقل مستدام في. نعم، ولكن يعني أخ نقاش يعني ما تطرحه أنت يطرحه الآخرون أيضا، يعني الكل يقول أي شخص يعني تحضره إلى منبر إعلامي سيقول لك أزمة المعارضة هي كذا وكذا، عدم وجود الحوار، عدم التنسيق، يعني انقسامات على أشياء غير يعني حقيقية يعني، ونحن نؤمن بالحوار ولكن لا يحدث هذا الحوار. يعني أن يتحاور شخصان من المعارضة صعب، فما بالك تنظيمان أو 3. أي محاولات لدمج التنظيمات أو محاولات وحدوية باءت بالفشل. ما هي حقيقة الوضع؟ لماذا دائما الكلام غير الواقع؟ هل نحن نسوق لشيء غير واثقين؟ يعني هل بالفعل تقوم قوى المعارضة بتحليل أزماتها، بالوقوف على أخطائها، بالخروج باستراتيجيات ورؤى جديدة لتتحدث عن الحوار وعن التنسيق مع بعضها البعض، أم أنها تسوق كلام فقط لتقول أنها موجودة ولا تريد أن تتنازل عن وجودها لسنوات طويلة حتى وإن لم يكن فعالا؟ والله أنا ممكن يطلع علينا كتنظيم جبهة إنقاذ دراويش الحوار والوحدة، ممكن يطلع علينا هذا الكلام، لأنه عمليا نحن خضنا يعني حوارات مع كل القوى، وكان في تنازلات كثيرة كنا نقوم بها. نعم. طبعا الشهيد أحمد ناصر معروف لدى الوسط الإريتري بأنه رجل بتاع حوارات يعني. نعم. كان يقود هذا التنظيم من مؤسسيه ومن رموزه. لذلك أنا أقول يعني هو في إخفاق عام موجود، ونحن جزء من هذا الإخفاق حقيقة يعني. نعم. لكن كمان في المسألة ليست فقط إرادة إريتريا فقط، يعني في تداخلات كثيرة موجودة في هذا الجانب. ما زل يعني لم نزل ما قرر لنا أن نتفق بشكل نهائي. نحن نعم. طبعا ما قاعدين نعيش في كوكب لوحدنا كده، في تأثيرات خارجية بالتأكيد موجودة. بالتأكيد. لكن الإريتريين بشكل عام خلال ال10 سنين الأخيرة هذه نعم. في ثقافة الحوار والرأي الآخر، احترام الآراء. ممكن ما في عمل مشترك، لكن الجو أفضل من أمس يعني. أنا يعني جو اليوم أفضل من جو أمس يعني. نعم نعم. الشرط نجاح أي حوار في رأيي إنه التشبث بالقرار الوطني المستقل، وبعدين التأكيد على واقع التعدد في المجتمع الإريتري. نعم. قضية مشاركة كافة الانتماءات يعني في الحوار، لأنه لا يمكن لأي طرف اليوم أن يقصي طرف مهما كان حجمه. نعم. إذا أقرينا بهذا قبول الآخر يعني نعم. قبول الآخر اجتماعيا والعمل معه. نعم. يعني أنت الجبهة الشعبية بقيادة إيساياس وبعدين هتلر ما كان يعني أجهزة الأمنية، الجيش معهم، مخدرات البلاد معهم، كثير من القوى الوطنية أيضا. نعم. يعني حاولت تبني معهم هذه الدولة، لكن باعتبار إنه الفرمان بيصدر من شخص واحد يلقي كل شيء كان. نعم. ومحاولة فرض ثقافة محددة في إريتريا بالتأكيد يعني. نعم. هذه المسألة في الآخر ولدت انفجار. اليوم شوفي شبابنا قاعدين يموتوا في البحار، يموتوا في الصحاري بالتأكيد. لذلك أنا أقول المعارضة الإريترية أيضا بنفس طويل، بهدوء، باحترام متبادل، ممكن نتبادل الآراء، لأنه الكيان الإريتري في رأيي كيان نهائي هو
إذا الناس تتوهم إنه عايزة تقسمه، لأنه آلاف الشهداء دفعنا من أجل هذا الوطن. نعم. لكن بالحوار وبالقبول الآخر وبالإيمان بالتعدد، زي ما قلت لك، تعدد اسمه، وحتى الحكم لا مركزي مستقبلا. كل هذه القضايا تخلينا نعم. دعني أعود بك قليلا إلى يعني حدث مهم على مستوى تنظيمكم، وهو فقدكم للشهيد فقيد الوطن الشهيد أحمد ناصر مؤخرا، وهو رجل كان يتوقع أن يكون له دورا فعال في المرحلة القادمة، وكان قد بدأ أيضا بتفعيل نشاطه يعني كما أعلم مع قوى كثيرة أخرى موجودة في الساحة. إلى أي مدى كان لهذا الشيء تأثير على تنظيمكم لهذا الفقد؟ هو بالتأكيد أحمد ناصر، الشهيد أحمد ناصر، يعني أكبر من تنظيم سياسي محدد. يعني هو بالفعل من زعيم لهذا التنظيم، لكن يعني رجل يعني أنا عاصرته وكل اللي عاصروه يشهدوا. نعم. لأنه لم يكن مهموما بقضية تنظيمية بقضايا هذه، لكن شاءت الأقدار أن يكون تنظيم، يكون في هذا التنظيم أو ذاك. يعني حتى لما كان يكون جبهة التحرير بالمناسبة كثير من الشهود اللي عاصروه يشهدوا بهذه. لكن في النهاية خسارة أحمد خسارة، زي ما قلت، خسارة للوطن، خسارة للقوة الديمقراطية الإريترية، خسارة أيضا للحريصين على وحدة إريتريا، حريصين على وحدة التراب، وحدة الشعب الإريتري، يعني لأنه نعم. كان الرجل مهموم بهذه المسألة. نعم. هو كان في، أعتقد وكأنه شعر أنه خلاص العمر قد أذن. كان هو يعني تنازل طواعية من القيادة السياسية، لكن كان هو بصدد إنشاء مركز إريتري، مركز دراسات لتعزيز الوعي الديمقراطي وغيره. عشان كده كان يتواصل حتى مع كثير من اللي كانوا في الجبهة الشعبية في قياداتها وفي رموز هذه بالتأكيد. يعني هو فقد كبير. بالتالي نحن طبعا كنا في أمس الحاجة له في هذه المرحلة. نعم. لكن لا رد لقضاء الله، يعني الأعمار وأجالها. نعم. رحمه الله. إذن رحمه الله. يعني أخ نجاش، هناك أيضا محور آخر أريد أن أتطرق له في هذا اللقاء، وهو يعني دائما عندما يتحدث الناس عن التغيير في إريتريا، وهو يعني مطلب جماهيري وأصبح يعني حاجة حتمية وجوهرية لهذا الشعب لكي يعيش بكرامة. هناك مخاوف من تغيير بوجود قوى خارجية يكون لها يد في التغيير، وهناك أيضا جهات كثيرة تطرح التغيير بأي شكل، يعني بقوة السلاح، بوجود دعم خارجي. المهم أن نتخلص من هذا النظام الذي أصبح عبئا على شعبنا. هناك طرح آخر مقابل يقول لا، يعني نحن لا نريد للدم الإريتري أن يسكب في سبيل التغيير، وهناك إمكانية لرفع مستوى الوعي بمطالب وطنية والتغيير بشكل سلمي بالتعاون مع كل القوى الوطنية الموجودة في الداخل والخارج. أنتم ماذا تقولون؟ نحن أختي العزيزة نقول أول شيء يعني نرفض رفضا قاطعا أي تغيير يأتينا من الخارج. نعم. لا يمكن أن نصل إلى أسمر أو أي بقعة من بقاعنا الإريترية الجميلة هذه عبر دبابة أجنبية مهما كانت، مهما ضاقت بنا. يعني إن شاء الله طال سنين، يعني سنين المعاناة، لأن الشعب الإريتري رغم تكالب كل القوى في العالم معظمها، يعني إلا ما ندر، قدر يحرر هذا البلد بدماء أبنائه الزكية. يعني لذلك نحن هذه أولا، لا نحن ولا آخرين عاوزين يتورطوا في هذه المسائل. يعني لأنه أحيانا يقول لك يا خلينا نتحالف مع الشيطان بس نسقط الشيطان الأكبر في لا أنا خليه يستمر إساس إذا المسألة حتجيني من أي قوى خارجية التغيير. يعني ده واحد. نعم. النقطة الثانية، نحن طبعا في برنامجنا السياسي كل الوسائل النضالية مشروعة هي بالنسبة لنا، يعني بما فيه العنف المسلح. يعني
لكن نحن استراتيجيتنا ونهجنا وتفكيرنا وفلسفتنا في هذا الاتجاه انه باعتبار من هي قوى التغيير؟ قوى التغيير من بينها الجيش الاريتري الموجود. نحن ده مش جيش معادي، هو ده يعني نحن وهو ادوات بتاع التغيير نرى، لكن في بعض الاجهزه الامنيه نعم بالذات اللي قاعد تذيع شعبنا الامرين والويلات، هذه يعني يجب التصدي لها. بالتالي حتى العمليات اللي قمنا بها في السنين الأخيرة كانت عمليات نوعية تستهدف مثل هذه الأمور. لكن في النهاية رأينا في مؤتمرنا الأخير تعدد الميليشيات قد يكون أكثر خطرا من استمرار هذا النظام الموجود على سدة الحكم في أسمرة. لأنه يعني كمان زي ما كان يقول نادي الحكمة لا أريد، ولا واحد من الشعراء المهم، لا أريد وطنا مقسما بسبع سكاكين. نعم نعم باعتبار شاعر تركي معروف. نعم 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 شفت يا أمال؟ نعم نحن هذه الجيش الوحدات العسكرية مش كبيرة عشان الناس ما تضخمها كمان. نحن حتى هذه بصدد دراستها من جديد، لكن في مؤتمرنا الأخير رأينا أنه تكون تحت إشراف المجلس الوطني، باعتبار أنها تكون تساهم مع القوى الموجودة داخل إريتريا في حفظ الأمن واستباب السلم داخل الوطن حتى لا يكون هناك فراغا يعني. أما غير كده نحن ليس مهمة الوحدات العسكرية أنه مسألة إسقاط النظام، هي ايش يقولوا بروباغندا يونيتس، يعني وحدات دعائيه، هي انه ممكن تدخل في الداخل تدافع عن نفسها وتوزع منشورات وغيرها يعني. لذلك هذه تحتاج ايضا، هي اكبر من مساله الانقاذ. كوطنيين اريتريين يجب ان نناقشها، ما هي خطورتها وما هي الممكن ما يمكن أن تسببه، لأنه تجربة الصومال أمامنا واضحة وجلية. بالتأكيد. نعم شكرا لك أخ نقاش، وأتمنى أن ألتقيك أيضا في مناسبات أخرى، وسيكون لقاء مفتوح معك ومع كل قوى المعارضة التي تعمل من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا. شكرا لك وأهلا بك مرة ثانية. شكرا. تحياتي.
صوت المنتدى. في نهاية هذه الساعة أعزائي المستمعين أشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم. لكم تحياتي أنا أمال علي وفريق العمل، وتصبحون على خير.